السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد، نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم ارحم والدينا ووالدي المسلمين اجمعين، واجعل قبرهم من رياض الجنه، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الكيك الخفيفه، الكيك الرائعه اقتصاديه بجوج بيضات. غتحصلي على واحد الكيك بحجم عائلي غادي ينفعك لوليداتك هكا الكوتي ولا للضياف ديالك، غادي يحمر لك وجهك. حاجه اقتصاديه البنات ومكونات بسيطه ومتوفره في كل بيت. ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندنا جوج بيضات يكونوا بحراره ديال المطبخ. بالنسبه للبيضه البنات يكون هكا بحجم كبير. صافي خديت واحد القبيصه ديال الملح البنات باش كتعادل لنا الحلاوه. ضروري ديك القبيصه كنديروها في اي في الحلوه كنديروها. خديت واحد الفانيا، لما كانتش عندكم متوفره الفانيا كديروا البنات قشور ديال الحامض ولا الليمون. خديت كاس ديال العنبه ما عامرش ديال السكر الخاشن. انا كنوضع كلشي في الخلاطه البنات وكادي نطحنهم. خديت واحد نص كاس صغير ديال الزيت نباتيه حتى هو كنوضعو في الخلاط. كنوضع حتى الكاس ديال الحليب البنات، الحليب السائل البنات كنوضع حليب. صافي ودابا غادي ندوز باش نخلط هاد المكونات مزيان. بعد ما غادي نخلطهم نديرهم في هاد الاناء هذا انتما كتشوفوا حتى تجانسوا لنا مع بعضياتهم. ودابا غادي ندوزو نديرو النواشف. بالنسبه للنواشف كندير الدقيق ديال الحلويات البنات وجوج خمارات ديال بيكي باودر 8 غرام اللي هي 16 غرام. وبالنسبه للدقيق البنات عينكم ميزانكم على حسب الخليط، تيجي ما خفيف ما ثقيل ما بين وبين البنات. انتما كتشوفوا القوام ديال الكيك ديالي كيفاش كيجي القوام ديالها. صافي هذا هو القوام ديال البنات اللي تحصلت عليه. صافي هذا هو القوام ديالها البنات. دابا غادي ندوز باش نديرها في المول. بالنسبه للمول اللي دهنته بالزبده البنات ورشيته بالدقيق. صافي وكنصبوا الخليط هكا، كنطلعوا يدينا للفوق وتنصبوا الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا، وكندخلوها للفران اللي سبق لي وشعلته على 180 درجه د الحراره. كنديرها على التحت حتى كتحمر لينا البنات، كتحمر لينا من التحت. عادي يمكن لينا حنا نشعلوا عليها من الفوق باش تحمر لينا، راه كتجي واحد اللوين فيها رائعه البنات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما طابت. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي منفوخه وكتجي رائعه. بجوج بيضات غتحصل على واحد الكيك اللي حجم عائلي. بالنسبه للمولى البنات راه بحجم كبير، راه ماشي صغير. الا درتو الحجم صغير غتجيكم طالعه بزاف. انتما كتشوفوا الشكل ديالها جات محمره. بالنسبه للزين كيبقى اختياري باش ما بغيتو تزينوا. انا اختاريت نزين بالمربى البنات ديال المشماش، كيجي زوين البنات مع هكا الكونكاسي ديال اللوز رقيقه البنات هكا محمر، تيجي خطيره البنات. والله صدقوني هاد الكيك هادي ما غتشبعوش منها. الا جربتوها غادي تعجبكم وغتكونوا مدمنين عليها. دائما تبقاو تصاوبوها هكا لوليداتكم ولا للضياف تحمر لكم وجوهكم، علاش لا. انا دائما كنحاول ندير معكم شي كيكات هكا اللي كيكونوا بساطين وتقدري تنوضي ديريهم، يكونوا عندك هكا المكونات متوفرين في البيت وتنوضي ديريها، علاش لا. هانتوما كتشوفوا انا قطعت معكم دوك الطريفات، تتجي رائعه البنات، خفيفه خفيفه والله البنات صدقوني ما كتجيش مدقصه، كتجي زوينه. هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، شاركته معكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل. بالنسبه للمبتدئات اما كلشي كيعرف يصاوب الكيكه. انا هي كنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كندير الكيك وصافي. انا ما كنخلط كلشي في الخلاط الكهربائي وكنتحصلوا على هذه الكيكه الرائعه البنات الخفيفه اللي غادي تعجبك ان شاء الله وتعجب وليداتك وعائلتك، علاش لا. والله البنات صدقوني غير جربوها ما غتندموش عليها. الا عجباتكم ما تبخلوش على اختكم نوال باللايك وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم باش تعم فائده. فضلا وليس امرا. خليتكم في امان الله وحفظه حتى الفيديو الجاي. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.